عايزين تربوا بنات عندهم ثقة بنفسهم، في كلمات المفروض نشيلها من القاموس خالص واحنا بنتكلم معاهم وعنهم وقدامهم. اوكي، اول حاجة دلوقتي بنات نزلوا البسين قعدوا في الشمس، مش لازم التعليقات على ان هم اسمروا ولونهم متغير. كل الالوان حلوة، كل الاشكال حلوة، ومش طبيعي. واولا هو بنحط مفاهيم عنصرية جدا، بس كمان بنهز ثقتهم في نفسهم وصورتهم قدام نفسهم، فالكلام ده مش عايزينه. تاني حاجة دلوقتي هنتكلم عن الشعر. الشعر ما هواش شعر ناعم وشعر مش ناعم، في شعر ستريت وشعر كيرلي وشعر ويفي، ويا ريت ما نستخدمش مصطلح ناعم ده واحنا بنوصف حتى شعر الناس التانية، لانه معناها ان المش ستريت ده مش ناعم وكانه وحش. اوكي، انتجت من حد هو بشعر كيرلي، فبليز كل اللي شعرهم كيرلي جربوا في طفولتهم تعامل الناس معاهم على ان هم منكوشين وشعرهم مقرط والكلام اللي مش جميل. فبليز نراقب مصطلحاتنا واحنا بنتكلم عن شعر البنات الصغيرين، لانه حتى لو من جواكم انتم مش مقتنعين ان هو وحش، المجتمع اوقات بينقل لهم صوره مختلفه. الحمد لله ان احنا دلوقتي شعر الكيرلي بقى التعامل معاه مختلف قوي عن زمان، بس ستيل التعليقات دي بتتقال، فناخد بالنا منها جدا. احنا ازاي بنتكلم عن نفسنا، لان هما زي السبونج بيلتقطوا ده، فلو احنا اتكلمنا عن نفسنا وشكلنا بطريقه دايما فيها نقد، هما ثقتهم بنفسهم هما هتقل، لان احنا هنخليهم ما يمتصوش منا ثقتنا بنفسنا. فلو عايزين ان هما يبقى عندهم ثقه بنفسهم، نتكلم عن نفسنا بطريقه كويسه وبناءه.